اكتر مدرب وقف جنبك يا كابتن تفتكر كده؟ لا ده المدرب ده وقف جنبي ساعدني بص، ما في مرحله الفريق الاول انا ما حدش واقف جنبي. خالص. من ساعه ما لعبت فريق اول ما حدش واقف جنبي خالص. المساعد الله. انما في الناشئين لا طبعا، انا كل اللي مرنوني في الناشئين بلا استثناء كل واحد فيهم اضاف لي حاجه لشخصيتي لموهبتي، لطريقتي في اللعب. كل واحد فيهم للامانه اداني حاجه. واللي كان بيقف جنبي انسانيا بقى بالمعلومات وبالنصيحه، دول ما اقدرش انساهم. دول اكتر 2 أو 3 لازم اقول اساميهم بصراحه. كابتن عزيز عبد الشافي، كابتن محمود صالح رحمه الله عليه، الله كابتن يرحمه. مصطفى يونس. الثلاثه دول من شخصيات الناس. محترمه. الثلاثه دول من الناس وانا في الناشئين للامانه. آم، زي ما بيقولوا احتضنوك، وتغلط يقوموك ويصححوا فيك. عشان يعني اللي طلعت اللعيب اللي انت شفته بقى في الفريق الاول ده، هو ده نتاج اللي طلع التربيه دي او التاسيس ده. افتقدت الحاجات دي في الفريق الاول يا طبعا كابتن؟ انا ما شفتهاش بعد كده، ما فرقت شفتهاش. فرقت في شخصيتك. طبعا. ما انت بص يا ياسر، كنت متعود دايما زي ما بقول لك انا كنت رقم واحد في جيلي كله. فانت متعود انك رقم واحد رقم واحد رقم واحد، وكل الناس بتعاملك بناء على هذا الاساس. فجاه في ناس كتير قوي نجوم معاك. ده طبيعي، عشان تبقى رقم واحد بقى هتحارب كتير، بس تحارب بمساعده غير انك تحارب لوحدك. لوحدك. المساعده من عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. بالتوفيق. ده رقم واحد. رقم اتنين، ربنا يسبب لك الاسباب ان يبقى في مدرب في ظهرك مقتنع بيك وبامكانياتك، وعارف انت تقدر تعمل ايه وتأدي ايه وياخد منك ايه وازاي وامتى. ده ما لقيتوش الامر.